انت غير مسلم وعندك عقار في دبي فالفيديو ده مهم ليك. لو مالك أجنبي اتوفى من غير وصية مسجلة فالقانون الإماراتي بيطبق مبادئ الشريعة الإسلامية، الميراث الشرعي بشكل افتراضي، والنتيجة ممكن تكون مختلفة تماماً عن اللي المالك كان عايزه. أول حاجة لازم تعرفها إن مفيش ضريبة ميراث على العقار في دبي. طب ليه تسجيل وصية مهم للمشتري الأجنبي أو غير المسلم؟ التوزيع الشرعي بيدي حصص ثابتة لقرابات معينة، يعني لو عندك تركيبة عائلية مختلفة، عائلة من زواج تاني، شريك من غير زواج، فالتوزيع الافتراضي ممكن يطلع نتيجة أنت ما كنتش هتختارها. لحد 2015 ده كان مشكلة، لكن دلوقتي في حلول واضحة. خدمة تسجيل الوصية من مركز دبي المالي بتخلي الأجنبي غير المسلم يسجل وصية تحت مبادئ القانون العام، وبتغطي كل أصوله في الإمارات بما فيها العقار. ده الطريق الأكثر استخداماً. أو دائرة القضاء في أبو ظبي عندها خدمة مشابهة. اللي لازم تعمله وقت الشراء تسجل العقار بهيكل الملكية المناسب لوضعك، سواء فردية، مشتركة، أو من خلال هيكل شركة. كل واحد ليه أثر مختلف على الميراث. سجل وصية في مركز دبي المالي أو دائرة القضاء في أبو ظبي تغطي العقار وباقي أصولك في الإمارات. تكلفة بسيطة مقارنة بالتعقيد اللي بتشيله، لأن عقارك ممكن يتوزع بطريقة عيلتك ما كانتش متوقعها، وده بيخلق نزاعات بتاخد وقت طويل علشان تتحل.